هنتكلم عن جريمة أثارت الرأي العام. تاريخ الجريمة كان يوم 29/12/2005. مكان الجريمة قرية شمس الدين، مركز بني مزار، محافظة المنيا. ملابسات الجريمة كان عدد 10 أشخاص، منهم 3 رجالة و3 سيدات و4 أطفال. تحقيقات النيابة كشفت إن الجاني ذبح الضحايا باستخدام سكينة عن طريق قطع جرحي ممتد لمنتصف الرقبة إلى أسفل الأذن، وإن كل الضحايا قتلوا بنفس الطريقة حتى الأطفال، وإنه مثل بجثثهم فانتزع الأعضاء التناسلية لهم ذكورا وإناث. وأورد تقرير الطب البيطري بوجود 6 حمامات منزوعة الرأس في مسرح الجريمة. عدد الرؤوس الموجودة فقط 4، واحدة منهم بدون عين، وإن موتهم مضى عليه أكتر من 24 ساعة. ماتوا بطريقة الخلع، وأثبتت الصفة التشريحية إن بينهم 3 حمامات ذكور و3 حمامات إناث. طب ما تيجي نسمع كده أحد شهود العيان على الواقع. يا تخيل يا اخي ان دي كانت اكتر لحظة خوفتنا وخوفت العيال ودخل فينا الخوف. انا واحد من الناس كنت حاطط 15 ترباس في كل باب، وكان الخوف مالكني. اكتر ما كان ابنك يحس فيه بالامان هو حضنك. تخيل ان ابني كان في حضني ويقول لي يا بابا حياة النبي، يا بابا حياة النبي مش عايز الحرام يجي يذبحني يا بابا. ما بقيتش عارف ارد عليه واقول له ايه. هقول له ايه يعني؟ هقول له يا ابني ما تخافش، وانا الخوف مالكني وهو حاسس بالخوف جوايا. كنا بنعمل ورديات عشان نعرف ننام. كانت العزبة كلها من يوم الحادث لبعد الحادث بسنة وب2. مرت سنين طويلة على الحادث ولسه الخوف مالكنا. نرجع تاني بعد ما سمعنا أحد شهود العيان على الواقع، واللي باين من نبرة صوته الخوف والحزن. ندخل بقى على الشائعات حول الجريمة. انتشرت الشائعات بأن الجاني عثر على كنز كبير أسفل القرية، كان يحتاج إلى تقديم قرابين لحراس المقبرة الأثرية وغيره من الشائعات. وتم القبض على الجاني يوم الخميس 6/1/2006. مقرر النائب العام إحالة الجاني إلى محكمة جنايات بتهمة قتل 10 أشخاص في قرية شمس الدين، مركز بني مزار. وتبينت سلامة قواه العقلية في ضوء اعترافه بارتكاب المجزرة بدون شهود، ونسبت إليه النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث توجه إلى منازل وتسلق أسوار وقتل من فيها. تعالوا نشوف اعترافات المتهم. وزي ما شفنا إن الجاني يبلغ من العمر 27 عام، مريض نفسي يعاني من حالات الهلاوس السمعية والبصرية، وقدم للمحكمة بعد إجراءات سريعة من قبل جهات التحقيق. وأبرزت تحقيقات النيابة مع المتهم بأن مدة الجريمة استغرقت حوالي 2.5 ساعة. والغريب في الأمر أنه لا توجد أي علامات على استخدام العنف أو ارتكاب جريمة أو دخول إلى المنازل، وأن منازل الضحايا ملاصقة لبعضها ويبعدان عن الطريق العمومي حوالي 250 متر. أثبتت نتيجة الطب الشرعي طريقة الوفاة كانت عن طريق الضرب على الرأس بآلة حادة، وفتح البطن بطريقة طبية دون المساس بالمعدة، وانتزاع الكبد والأعضاء التناسلية وخلع قرنية العين. الغريب في الأمر أنه تم تواجد عدد 6 حمامات بدون رأس عن طريق الخلع،
وصل المحامي طلعت السادات الذي تقدم بالدفاع عن المتهم بدون أتعاب إن الحذاء المضبوط في مسرح الجريمة غير مناسب ولا يلائم المتهم، حيث كان مقاس 42 والمتهم يرتدي مقاس 45. وأصدرت محكمة جنايات المنيا حكمها بالبراءة للمتهم مما استند إليه من اتهامات، وأصدر الاستفسار عن مذبحة بني مزار، ولا يزال القاتل الحقيقي مجهول.